السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفة جديدة. الوصفة تاع اليوم راح تكون سهلة سريعة بسيطة كيما العادة. راح نديرو غاطو مويلو الابريكو بالمشماش. الذوق تاعو راح يكون بزاف بنين. سهل تحضير 2 دقائق هكذاك راح توجد معنا هاد الكيكة من اروع ما يكون. نديروها نسقهوا بها مع العشية. الله الله، نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة. نروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير راح نحتاجو كمية تاع مشماش تقريبا 8 حبات تكون كافية. نحتاجو كذلك 4 حبات تاع البيض، 150 غرام فرينة، 50 غرام تاع بودرة اللوز، عطر فانيليا، 200 غرام تاع الزبدة طرية، واحدة خميرة الحلويات الوزن الخميرة 10 غرام، ونسحقو كذلك 150 غرام تاع السكر ورشة تاع الملح. هنا كيما راكو تشوفو جبت دو ريسيبيون نفصل الصفر على البياض. هنا باش يعطينا قوام خفيف للكاطو تاعنا نطلعوا البياض وحده والصفر نخدموه وحده. دونك كيما راكم تشوفوا درنا الصفر وحده والبياض وحده، نزيد على البياض رشه تاع الملح ونصف كميه السكر. هنا كيما قلنا عندنا 150 غرام تاع سكر، هكذا غير بعينينا برك نقسم الكميه على 2. نضيف كميه على البياض ونطلعها اوناج، وكميه الاخرى نخدم بها الصفر. هكذا ناخذ الباتور نبداو بدرجه قليله ونطلعو حتى وين تولي لامورانك تاعنا جاهزه. فوالا هنا بعد ما طلعت لنا مليح لامورانك تاعنا كيما راكو تشوفوا نروحو نخدمو الصفر. دونك راح ناخذ الصفر نضيف عليه كيما الكميه تاع السكر اللي بقات كيما قلنا هكذا. نزيد عليه عطر الفانيليا، دائما وين يكون الصفر لازم نديرو الفانيليا، ونضرب مليح حتى وين يبيض هاد الخليط ويتفتح اللون تاعو بهذا الشكل. فوالا انا راح نضيف عليه الكميه تاع الزبده اللي هي 200 غرام. الزبده لازم تكون بدرجه حراره المطبخ وندخلها مليح في هذاك الصفار بالباطور. الزبده تانيك راح تلعب دور كبير في القوام تاع الكاطو تاعنا، تعطيلو قوام بزاف هايل. بعد ما دخلت مليح الزبده في الصفاره راح نضيفوا المكونات الجافه. كما قلنا عندنا 150 غرام تاع فرينه، كيس تاع خميره الحلويات 10 غرام، نضربهم مليح نخلطها مع الزبده ونضيف عليهم اللوز اللي هي 50 غرام. كما شفتوا اللوز كميه قليله بزاف راح تعطينا فرق في الذوق تاع الكاطو تاعنا. اذا ما كاش متوفر تقدروا ديروا الفرينه. دونك تزيدوها 50 غرام تاع فرينه، دونك تولي كلش فرينه 200. لكن اذا كان متوفر ولا تقدروا تشرو راح يكون احسن واحسن. دوكا واش راح ندير؟ راح نضيف البياض في الخليط تاع الصفار. الحاجه الاولى نضيف كميه قليله تاع البياض، نخلط مليح باش نطيح لا كونسيستونس تاع الخليط الاول، غير يخفف لي مليح يكون يقدر ياكسبتي الكميه اللي بقات تاع البياض. دوكا هنا بعد ما خلطته مليح نضيف الكميه كامل اللي بقات تاع البياض هكذا، وندخلها تدريجيا في الخليط الاول هكذا غير بالعقل ديليكاتمون من التحت للفوق حتى وين يولي عندنا القوام تاعو بزاف خفيف. هنا راح نستخدم هاد الصينيه اللي راح تدخل الفرن، القطر تاعها 22 سنتيمتر. شوفوا نتوما واش عندكم. هنا دهنتها بالزبده ودرت لها من التحت ورق الطبخ باش ما تلصقليش في المول تاعي هكذا. وكنت شعلت الفرن مسبقا على 170 درجه. هنا راني نسوي لها شويه السطح تاعها، من بعد راح نحط فوقها قطع تاع المشماش. كما قلنا الفرن دائما نسخنوه مسبقا، لازم يكون على الاقل ربع ساعه وهو سخون باش كي ندخل الكيكه تدخل مباشره طيب هكذا. بعد ما سويت لها السطح تاعها ناخذ الحبات تاع المشماش كما قلنا نقسمها على 2 ونديرها على السطح تاع الكاطو تاعنا بهذه الطريقه. هذا المشماش راح يطيب لنا في الفرن يولي كل معجون ويعطي واحد البنه واحد الحموضيه في الكاطو تاعنا بزاف هايله. فوالا نستفها على السطح بهذه الطريقه. وندخلها طيب في الفرن كما قلنا 170 درجة لمدة 35 حتى ل 40 دقيقة حتى وين تحمر تاخد لون شباب وتكون جاهزة.
فوالا الكاطو تاعنا بعد ما طاب تحمر بيان، هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. كيما شفتوا المشماش داب كامل في هذاك الكاطو ودخل للداخل. هنا راح ندهن بالمعجون ونخلي هذاك لي كوتي ما ندهنهمش باش نزينهم بالسكر كلاص. هنا عندنا معجون تاع المشماش اللي كنت خدمته مقبل في الوصفه السابقه، تقدروا تخدموا تانيك بالمعجون اللي يتباع عادي. هكذا ندهن الوسط، وفي الاطراف راح نديرو السكر كلاص بهذا الشكل. دائما كما قلنا التزيين يقعد اختياري، لكن هذا النوع تاع لي غاتو هذا هو التزيين اللي يكون فيهم، ما نقدروش نديرو حاجه اكثر من هكا. فوالا هذا هو الكيك تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو جاهز، يجي خفيف بزاف كيما راكم تشوفوا طري، وتانيك غاتو تاع دار هذا هو اللي يصلح. والمشماش راهو الوقت تاعو، دونك لازم نبروفيتيو منه في كامل الانواع تاع الوصفات. دوكا راح نقسم لكم قطعه، شوفوا كيفاش المستني يدخل بالخف، وتشوفوها كيفاش جات من الداخل. بالنسبه للبنه كانت بزاف بنينه، وكيما شفتوا ما تاخذش وقت بزاف، جوست نسيباريو لي بلون على لي جون ونزيدوا المكونات على فوا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. دوك انا ما بقى لي غير نخليكم مع هاد الكيكه، زيدوا تشوفوها كيفاش جات من الداخل. المقادير راح نكتبهم لكم في صندوق الوصف، ماركوهم وجربوا الوصفه ورجعوا لي في التعليقات. تلاقوا في الوصفات الجايين ان شاء الله. بقيتكم على خير والسلام.